كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة كنا عازمين اخواتي على الفطار، طبعا بقى صينية جامدة جدا سقفولي عشانها. طبعا مش انا اللي عاملاها لوحدي، ماما كمان هي اللي عاملاها. هنا كنا كلنا بقى بنقول لكم باي باي وكل سنة وانتم طيبين. عايزة اقول لكم بقى بجد ان الصينية دي حاجة جامدة جدا، وفيها بط ومحاشي ولحمه مشويه وحاجات كتير كده ورز بسمتي بقى من تحت وورق عنب. عايزه اقول لكم ان فعلا في اي عزومه في رمضان دي هتقوم بالواجب وزياده كمان. وحبيت ان انا اسميها صينيه انا وماما علشان الصينيه دي بجد ماما تعبت فيها جدا، هي اللي عاملاها طبعا كلها. وعايزه اقول لكم ان كل الافكار هي فكرتها، انا بس كنت بساعدها وكنت بناولها شويه حاجات، وكنت طبعا بصور لكم الفيديو. واول حاجه بدأنا بيها ان احنا نعمل قبلها بيوم الورق العنب ونلفوه، ونبدأ ان احنا نحطوه في الحله كده ونشيلوه في التلاجة، وتاني يوم نبدأ ان احنا نسويه. ولو دي كانت اول مره تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما مع بعض في المطبخ. شايفين بقى صوابع ماما بتاعه الورق العنب صغننه كده وبحبها جدا، وبتطلع معاها تحفه تحفه. انا ماليش في لف ورق العنب قوي، بس جربت كده تجربه وطلعت معايا ناجحه شويه، بس ماما قالت لي انا بحب الصوابع صغيره، فانا هكمل لف الورق العنب. وعايزه اقول لكم بجد ان هو طلع طعمه خطير جدا، وده بيبقى متفرز في الفريزر وبنطلعوه ويبقى مسلوق وجاهز معاكي، بس بيفك وتبدأي انك تلفيه على طول. فبجد التفريزات دي حاجة حلوة جدا في رمضان. لو عايزين تشوفوا فيديو تفريزات اللي انا كنت عاملاه هتلاقوه في اخر الفيديو. خلطة المحشي طبعا انتوا عارفينها، الرز والصلصة والخضرة وكله على بعضه كده وشوية الملح اللي انتي بتظبطيهم، وبتبقى معاكي الخلطة جاهزة. وبكده نكون خلصنا لف حلة ورق العنب، وهنبدأ ان احنا نشيلوها في التلاجة لتاني يوم. ده كده كان قبلها بيوم عشان الدنيا ما تبقاش كعبلة في نفس اليوم كده، تبقي خلصتي شوية حاجات. وطبعا بنتبل البط قبلها بيوم. واول بقى حاجة هنحتاجها في التتبيلة هي بصلاية مبشورة وطماطمية مبشورة. نبدأ بقى نحط بهاراتنا، معلقة بهارات فراخ، وطبعا الملح والفلفل بتوعنا، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وحوالي معلقة الا ربع كده من الملح، ومعلقة توم باودر. طبعا انا ما حطيتش بصل باودر، بس لو عايزين تحطوا ممكن نحط، بس احنا كده كده حاطين بصل اصلا. ومعلقة فلفل اسمر. ونبدأ بقى نقلب البهارات دي كده مع بعضها كلها كويس قوي. وبعد كده بقى نكون غسلنا البط بتاعنا، طبعا كلنا بنغسل البط، عارفين غسيل البط ازاي. وطبعا بتسيبيه منقوع كده في ملح وخل، وبعد كده قبل كده بتبقي حاطاه في دقيق، وبعد كده تحطيه في ملح وخل، وبعد كده تبدأي بقى تصفيه كويس قوي من المية، وبعد كده بقى نبدأ نحطوه في التتبيلة بتاعته. دلوقتي احنا جبنا البط اهو، مقسوم على اتنين كده، الوراك لوحدها والصدور لوحدها. ونبدأ بقى نتبل كده كويس قوي 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 البطاية بتاعتنا. بصوا بايديكوا كده، عايزاكوا ما تسيبوش حتة في البطاية غير وهي واخدة من التتبيلة. واحنا بنتبل كده كنت عايزة اقول لكم على المفاجأة الجامدة جدا اللي هتبقى على القناة. احنا هنطلع لايف يوم الاحد الساعة 11 بالليل، هيكون في مسابقة دينية. طبعا دي هتبقى ان شاء الله طول شهر رمضان كل يوم حد. ولو لقيت التفاعل عالي قوي على اللايف، وفي ناس كتير بدأت انها تدخل اللايف وتجاوب معايا على الاسئلة، وطبعا المسابقة دي هيكسب فيها فلوس وهنبعتوها فودافون كاش والكلام ده كله. ولو لقيت تفاعل ممكن نعملوها مرتين في الاسبوع، مش مرة واحدة كمان. زي ما انتم شايفين كده في الفيديو دلوقتي بدأنا نجيب بقى الوراك، ونبدأ ان احنا نتبلوها برضو بنفس التتبيلة، ونبدأ ان احنا نشرب. بصوا ما تسيبوش حتة ما تحطوش فيها التتبيلة.
وبعد كده بقى نجيب الأكياس الحرارية بتاعتنا ونبدأ نحط البط فيها. انا لقيت نفسي ما عنديش الكيس اللي هو الجامبو اللي انا اقدر احط فيه كله مع بعضه، فانا جبت كيسين تمام، وبدأت ان انا احط فيهم واحد فيه الصدر والتاني فيه الوراك بتاعة البط. طبعا لما بنحطهم كده نبدأ ان احنا نقفل عليهم بقى. هو بيبقى الكيس الحرارية دي بيبقى معاها زي ورقة كده بتلفي الكيس بيها فبتقفل معاكي. عاوزة اقولكم ان بالطريقة دي البط طلع طعمه تحفة، زبدة كده بتاكله كده حاجة كده طرية، وكان لحمه مستوي وكان عظمة بجد. لو في بقى شوية تتبيلة كده بقى زيادة تحطيهم كده في الكيس على الوش بيدوا طعم حلو قوي للبط. وبكده يكون البط جهز معانا، وده كده برضو كان قبل العزومة بيوم، وحطيته بقى في التلاجة زي ما هو كده بالصاج بتاعه. وبعد كده تاني يوم لما صحينا حطيته بقى وسويته في الفرن. لكن ان طعم البط بيبقى زي طعم المشوي كده، بيبقى جميل جدا. وطبعا بقى ده بقى اساس الصينيه بتاعتنا بتاعت النهارده، وهو الممبار. الممبار بجد كان جامد جدا. هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو بطريقه الغسيل بتاعته وتنظيفه. لكن دلوقتي احنا كنا غاسلينه خلاص وظبطناه، وبعد كده بدأنا ان احنا نحشيه زي ما انتم شايفين، وهنبدأ بقى نربطوه زي ما هتشوفوا في الفيديو. وكان طعمه زي ما قلت لكم كده كان تحفة جدا جدا جدا. كل ده برضو معمول قبلها بيوم عشان احنا نصحى الصبح كده نبدأ ان احنا نسوي الحاجة بتاعتنا على مهلنا، وما تقباش الدنيا متكعبلة معانا. فبجد اي عزومة كبيرة اعملوا زي ما انا بقولكوا كده قبلها بيوم، حضروا الحاجات بتاعتكم بالترتيب كده ونظموا نفسكم، وتاني يوم تبدأوا بقى تسووا الحاجة على مهلكم عشان تطلع الحاجة معاكم مظبوطة قوي. ما تخلوش كل حاجة في نفس اليوم بتاع العزومة. بدأنا ان احنا نربط زي ما انتم شايفين كده بالخيط الممبار بتاعنا. ودلوقتي بقى جبنا الحلة وهنبدأ ان احنا نسلق فيها الممبار. نحط كام ورقة لورا كده، وعليهم زي 3 حبات او 4 حبات من الحبهان. نبدأ ننزل في المية دي بالعصبان بتاعنا عشان نسلقوه. ماما كانت هتنسى حاجة مهمة قوي بس الحمد لله افتكرناها، وهي فلفل اسمر حصى. كده نكون بنسلق الممبار بتاعنا وبنجهزوه. وتاني يوم بقى تبدأي انك انتي تحمريه. طبعا بتنضفيه بقى من الخيط كده وتقصقصيه بعد ما يبرد بقى معاكي وكل الكلام ده. ولما يبرد معاكي حطيه في التلاجة لتاني يوم عشان ما تسيبوهوش بره بس. وبعد كده بقى جبنا تاني ده كده بقى كان تاني يوم. جبنا شوية كوسة وبتنجان وبدأنا ان احنا نحشيهم زي ما انتم شايفين كده. طبعا قورناهم وغسلناهم كويس جدا وحطينا ملح عليهم وظبطناهم. وبعد كده نبدأ ان احنا نحشيهم زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم بجد ان الكوسه والبتنجان يعني المحاشي طبعا دي حاجه تحفه جدا. ورق العنب بالنسبه لي بيبقى اهم حاجه في المحاشي كلها. والكوسه البتنجان عطوا شكل حلو قوي للصينيه، وبيبقى يعني
كديكور للصينية حلو قوي. بصراحة عايزين نشكر ماما جدا على الصينية اللي هي عملتها لنا، لان بجد هي اللي عاملة المجهود ده كله لوحدها. انا يمكن ساعدتها شوية، بس برضو مساعدتي هي يعني بالنسبة اللي هي عملته ولا اي حاجة. فبجد شكرا ليها جدا على العزومة الحلوة دي، وانها فرحتنا وعملت لنا حاجة حلوة قوي 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 وطعمها جميل زي كده. طبعا وبعد ما بنخلص بنرصهم في الحلة ونبدأ ان احنا نسويهم. دلوقتي بقى احنا هنعمل مع بعض الرز البسمتي. هنجيب معلقة سمنة كده وشوية زيت عليهم، ونجيب بصلاية مبشورة ونبدأ ان احنا ننزل بقى بيها ونقلبوها كويس كده. وهنحط دلوقتي مع بعض شوية ورق لورا وشوية حبهان وعودين كده اللي هو القرنفل، نحط مثلا 3 أو 4. نبدأ بقى نقلب كل ده كده مع بعض.
دلوقتي هننزل ب4 كوبايات ونص من المية. انا عملت 3 كوبايات من الرز البسمتي وكفوا معانا ما شاء الله. عايزين تعملوا اكتر من كده فهو المعيار لل3 كوبايات 4 كوبايات ونص من المية. تعالي بقولك على كام تركايه كده للرز البسمتي، حاجه كده جامده جدا. اول حاجه هنحتاجوها مكعب من مرقه الدجاج، وفي بقى بتتباع في سوبر ماركتات الكبيره خلطه الرز اللي هي الزعفران. بنحط مثلا معلقتين كده، بتديله لون حلو قوي وطعم حلو جدا زي المطاعم بالظبط. بس وبتحطي بقى بتظبطي الملح بتاعك، طبعا احنا بنبقى صايمين بس ايه بنحاول ان احنا نظبط الدنيا شويه. بعد كده بنسقط الرز، وزي ما انتم شايفين كده الرز بعد ما خلص كان جامد جدا جدا جدا. وبصوا شايفين لونه حلو ازاي. احنا جبنا الصينيه بقى الكبيره، ونبدا ان احنا نفرد الرز في الارضيه بتاعتها. نبدا بعد كده نجيب البط بتاعنا ونرصه بالطريقه دي. طبعا بقى الرص ده بتاعكم انتوا، كل واحد بقى وطريقته. انا بقى بدأت ان انا اظبط الصينية ورصها، وبعد كده جبنا شوية اللحمة المشوية وسبعين كفتة كده حطيناهم. وبعد كده جبنا المحاشي بتاعتنا، وبدأنا ان احنا نرصها الممبار، يعني مثلا تحطي كوساية وممبراية وبعد كده بتنجانية، وهكذا لغاية ايه ما الصينية تخلص معاكي. بعد كده بقى تجيبي الورق العنب وتبدأي انك انتي تحطيه بقى في الاماكن الفاضية في الصينية. دلوقتي انا كنت بعدل بقى السفرة كده انا وماما، وبدأت ان انا ادخل بقى بالصينية زي ما انتوا شايفين كده، وكله بقى قعد مكانه. وجينا بقى بالصينية بالدخان بتاعها بشوية فحم كده، وكانت حاجة جامدة جدا. وبجد شكرا لماما على المجهود الكبير اللي هي عملته لنا عشان تعمل لنا صينية زي دي. بجد كان طعمها حلو قوي وشكلها جميل جدا، وحاجة حلوة قوي وتغيير للعزومات. طبعا كان زمان كنا بنحط البط لوحده والمحاشي لوحدها وكل حاجة في طبق لوحده. لا بجد دي كده مع بعضها، لما الحاجة كلها اتحطت على بعض كل حاجة اخدت من اللي جنبها. يعني المحاشي اخدت من طعم البط وحاجات كده جميلة جدا. وشكرا جدا، كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لمتابعتكم لينا. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير للفيديو، اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. وبجد انا مبسوطة جدا ان ده اول رمضان معاكم، وان شاء الله رمضان اللي جاي نكون كبرنا بيكم. واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.